السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا ان شاء الله بخير وعلى خير ودائما دائما في صحة جيدة. اليوم غادي نخرجكم معايا الجردة اللي اونفاس مع مرجان، وان شاء الله غادي نضرب دويره في مرجان جهة لي باتيسري، ونضرب دويره جهة الماعن. وواحد المفاجأة، شريت واحد القلاية الهوائية. ان شاء الله هادشي كامل غادي نشوفوه مع بعضياتنا في هاد لا فيديو. نخليكم تشوفوا هاد العين اللي منين كيجي المنبع ديال هاد الماء، ديال هاد اللاك اللي كيبركوا قدام الناس. صراحه زوين، سبحان الله العظيم. هاد العين لا كتفرح الوليدات الصغار والكبار. وهاد الماء، هاد الخير تبارك الله ما شاء الله منين نابع. سبحان الله، غير شفتو قلت ولا بد نشارك معكم خوتي هاد المنظر اللي هو غزال تبارك الله. الماء في اي بلاصه كاين الماء كاين الفرحه، سبحان الله. عرفتي الدراري شحال فرحانين بهذا الماء وناشطين، سبحان الله العظيم. كيف ما قلت لكم هذا المنظر، شوفوا هذا الماء منين نابع، هذا العين منين نابع، هذا الشيء فين كيهبط نيشان في اللاك ومازال تيخرج كيمشي جهه المحكمه وداك الشيء. ها هو اللاك البنات اللي المنظر ديالو غزال تبارك الله، شحال عامر بالحوت تبارك الله ما شاء الله. سي البركه فيه غزال هنا كتبرك كتصان عظامك والله العظيم يا غزال تبارك الله. عين السبع من اروع البلايص صراحه اللي عشت فيها، وتعجبني هاد اللاك هذا اللي كنبركو حداه. كتأمل كتصنت لعظامك خصوصا في الصباح. مهم هادشي اللي كنجيب الوليدات في الصباح بكري يلعبوا في جهة الجريدة، يعني واحد كيدي فولة. المهم البنات، كيف ما قلت لكم، قلت ولا بدا نشارك معكم اخواتاتي هاد لا فيديو، هاد الجريده. تما غادي نضرب دويره في مرجان ان شاء الله. خليكم مع لا فيديو وهانتوما معايا دابا في مرجان. كيف ما كتشوفوا دخلنا، ايوا نعم سيدي، الحلويات الباتيسري كلشي اللي عشقوا الخاطر كاين هنايا تبارك الله. داكشي غزال. هنا تقدينا نيت شي تيبان الكوتي للدراري وداكشي. كاين دي كوكيز، دي مادلين، المهم اي حاجه حليتي عليها فمك كاينه تبارك الله. كلشي موجود، الخيرات الخيرات. كيف ما كتشوفوا ملي درنا جوله هنايا جهه لاك باتيسري، مشينا جهه الماعن. هانتوما مع لا فيديو البنات، ونوريكم مفاجأة اللي شريت هاد القلاية الهوائية وكيفاش غادي نجربها وشنو النتيجة ديالها. خليكم على فيديو حتى الاخر وما تزهبيوش اخوتي.
البنات من بعد ما دخلت للدار جيت بغيت نشارك معكم هاد الاله اللي لقيتها في مرجان. خديتها صراحه زوينه هذه فريتو فريتوز وما بلا زيت بلا حتى شي حاجه. كتقلي بالهواء الصراحه وميم طون كتحمر الدجاج، كتسخني بها الماكله. المهم انا شحال هذه وانا كانت عجباني وباغا ناخذها، وملي بانت ليا في مرجان دايره بروموسيون 1400 1024 درهم تقريبا، 19 درهم كاع، 20,019 درهم. يعني فيها هذه درجة الحرارة، هنا الدقيق شحال من دقيقة بغيتي طيبي صافي، وكتستخدم نورمال عادي. عجباتني قلت نشاركها معكم، شريتها يلا عاد شريتها اليوم باقا كاع ما جربتهاش. كيف ما كتشوفوا هنايا عندي الفريت وهنايا الصول والميغنو دقيقه هنايا، وهنا الكروفيت خديت شويه الكروفيت وهنا شويه السيبيا، وغادي نجربوا يا لالا غادي نجربوا الماكينه ديالنا. اول حاجه اول مره غادي نخدموا بها ان شاء الله. غادي نجيب نعمل الفريت اللي قطعته ما فيه والو لا زيت لا والو، غنديرو مباشره من بعد ما نظفت الماكينه. غادي ندير الفريت، ها هي ندير الفريت ديالي كامله. هو قال لك في الكتالوج ما تعمرش حتى القاع، تعمرش حتى ما تقدرش تبقى تدخل هاد الماكينه فريتور. المهم انا درت القياس اللي غادي يكفاني بركه. ايوا نقولوا بسم الله بسم الله بسم الله هكاك. المهم هنا عاطينا في المعلومات هنايا الفريت 200 دوغري، يعني غادي نديرو 200 دوغري من 12 دقيقه حتى 16 دقيقه. اذا هنا غادي ندير 200 دوغري وغادي ندير 16 دقيقه وغادي نخليوها تخدم. ها هي دابا خدامه، ملي غادي تسالي ونشوفوا الفريت ديالنا. من بعد ندوزو للحوت ديالي على هذا الشكل. غادي ندير ليه حتى هو واحد التتبيله، ندير ليه لافارين عادي، ندير ليه التتبيله ديالو لافارين. غادي نبداو ان شاء الله بهذا بالصول والميرنو كيف كتشوفوا. غادي ندير ليها الملحه والابزار وشويه ديال البودره ديال الثوم، وغادي ندير كذلك الطحين باش غادي نمرمدها فيه كامله، وعاد باش ان شاء الله نديرها في الفريتوز ديالي. هنا كتشوفوا كندير معلقه ديال بودره الثوم. هاد البودره الثوم كتعطي للحوت واحد المذاق زوين رائع البنات. كندير البزار والملحه على حسب الذوق. صافي تنخلط وغادي نضيف لافارين كذلك، نخليها تشرب بعدا بشويه بهاد الملحه والبزار، ونضيف الدقيق حتى هو نمرمدو فيها واحد 3 المعالق ديال الدقيق اللي غادي تكفى الحوت كامل، وغندخلو حتى هو الفريتوز تنشوفوا النتيجه ديال الفريت كيفاش غادي يخرج ان شاء الله. المهم هذا هو اللي كاين. حتى السيبيا كذلك غندير ليها الملحه والابزار والبودره ديال الثوم، كلشي كروفيت، يعني كلشي نتبلو البودره ديال الثوم كلشي. السمك ديالي نكون نتبلو ونوجدو عاد باش ندير ليه شويه د لافارين وهكا ونطلقاو ان شاء الله. البنات من بعد ما خرجنا فريت طاب، هو طاب البنات
انا مزيناتو يعني قرمش. غادي دابا نبدا ندخل الحوض ان شاء الله. شوفوا البنات، هذا هو النتيجه النهائيه ديال القلي المقلاة الهوائيه. كيف كتشوفوا الفريت كيتقلى على هذا الشكل. ها هي الميرنا والصول يعني قليان بحال بالزيت تماما مقرمل. وهذا الكروفات على هذا الشكل السيبيا يعني قليه صحيه واحد والله لا تستاهل فلوسها صراحه. المهم قدمتها هادشي على شويه ديال لاصوص كيف ما كتشوفوا. المهم هذا هو الشكل النهائي. نتمنى يعجبكم الغديوه ديالي. الصحه والراحه. الى فيديو قادم ان شاء الله.